راح أتكلم بهذا الفيديو عن فئة معينة من صانعات الكيك، وأتمنى هذا الفيديو يوصل إلهم. أتمنى كل وحدة تشوف هذا الفيديو وتعرف أحد بهذه الصفات تودي له الفيديو حتى يشوفه. قبل يومين 3 نزلت فيديو سؤال وجواب أجاوب بيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. واحد من الأسئلة كان يخص تسعير الكيك. اللي شاف ذاك الفيديو يعرف عن شنو دا أتكلم. فأنا شرحت إنه الكيكة لما تشتغلوها لازم تشوفون إيش قد كلفتكم، يعني كل شغلة وسعرها تسجلوها بورقة وقلم، تضيفون عليه سعر استهلاك طباخ، الغاز، الكهرباء، ما أعرف شنو، القاعدة مال الكيك اللي حاطين عليها الكيكة، الكرتونة اللي تغلفون بيها الكيكة، وكل هاي التفاصيل. تمام؟ شي قد يطلع عندكم السعر اضربوه في 3. يعني مثلا قلنا إذا الكيكة كلفتكم 10,000 كمثال راح تنباع ب30,000. ما أقولكم كمية الهجوم اللي صارت علي بسبب هاي الجملة، يعني ما أحكي لكم الكمية الناس اللي قامت تدخل على الخاص وتقول لي حرام عليك وإيش دعوة، وخلي العالم تاكل، وخلي الفقير يسترزق، وخلي ما أعرف شنو، ليش تبيعون هيك غالي؟ شنو هو الغالي؟ يعني أنا بس أريد أفتهم، أنا أريد أوصل فكرة. أنا لو من الناس اللي ما تريد غيرها يسترزق كان ما علمت أحد، كان ما فتحت هالكورس المجاني اللي كلكم دا تدخلون على هذا الكورس على مود تتعلمون من عنده ودا تستفادون من عنده ودا تطبقون ودا تشتغلون. أني لو ما أريد أحد يستفاد كان خليت هاي المعلومات إلي خاصة بي بس، أني كان ظليت بس أني أشتغل. أنا وكم وحدة اللي كنا سابقا، كم وحدة اللي تشتغل معدودين على الأصابع، والرزق يتوزع علينا. ليش دخلت عالم ثاني وشاركتهم برزقي؟ ليش؟ أنا لو من الناس اللي ما أريد الفقير يسترزق كان ما تصرفت بهالطريقة، صح لو لا؟ انتو اللي ما تريدون الناس تسترزق، بين قوسين انتو اللي حكيتوا هذا الحكي، انتو اللي ما تريدون الناس تسترزق. ليش؟ انت إذا ما محتاجة ومو فقيرة وما محتاجة الشغل ودا تشتغلين على مود يعني دا تفيدين الفقير، سيارتك يا نوع؟ قولي لي بيتك 500-600 متر بيا منطقة، يعني شرحوا لي والله. لما انتو هيك هاي وامكانياتكم عالية وما محتاجين ومو فقرة ودا تشتغلون دا تساعدون الفقير، يعني هاي وجهة نظركم؟ يعني اريد افتهم، فهموني زين. لما انت هيك وما محتاجة كان تركتي غيرش تسترزق. ليش لما ينزل فد اعلان او فد بوست بالفيسبوك منو تشتغل كيك، او اريد وحدة تشتغل كيك بكذا او كيك رخيص، 50,000 تعليق ينزل بالدقيقة وتنزل بيجات اشكال والوان؟ ليش تحاربون واحدة الثانية على مود انت تاخذين هذا الرزق وانت دا تبيعين ب10 وب12 على مود الفقير يسترزق؟ يعني بس أريد أستوعب، أنتي من هيجي سيارتك فاخرة وآخر موديل وبيتك أرقى ما يكون وأثاثك أحسن ما يكون ولابسة ذهب، يعني بالعافية عليك، وكل سنة تصيفين ما أعرف بيا دولة. تركي غيرش تسترزق، تركي البنات الفقيرات اللي يريدن يشتغلن. ليش دا تتحاربين وياهن ودا تدخلين بهذا السباق على مود تحصلين هذا الأوردر وذاك وتبخسين بسعر الشغل وتشتغلين بفلس ونص على مود تاخذين الأوردر من غيرك؟ ليش؟ فهموني. يعني أنا ما دا أستوعب الفكرة. لما أنتوا تريدون الفقير يسترزق وفي غيرك الفقيرة تشتغل، ليش أنت دا تاخذين الشغل من عندها؟ ليش لما وحدة تقول لك مثلا أنا أشتغل الكيكة ب10 تقول لا أنا أشتغل ب10 تعالوا اشتروا من عندي؟ ليش؟ متوقعة أنت إنه بهالطريقة دا تكسبين زبائن، بس أنت لا، بالعكس أنت دا تخسرين. وهسه جاي تحكين وياي تقولي لي انتي غلط تتصرفين ودا تبيعين بغالي وما اعرف شنو وخلي الفقير ياكل. اني ما لازم الاكل على الفقير، اني لو ما اريد الفقير ياكل ما علمه صنعه، صح؟ اني لو ما اريد الفقير ياكل ما اقعد اشرح. هسه تقريبا هسه الساعه بيش 2:30 بالليل واني دا انزل فيديو، ويوميا اني من انزل فيديو فاني اقعد امنتج بالليل على الهدوء على الصمته. يعني وحدة أروح على فراسي وأنام، أنا مرة مريضة ما مجبورة.
ولا تتوقعون إنه القناة ما تجيب فلوس. ومستعدة أشارك وياكم الإحصائيات وأشارك وياكم أرباح القناة. قناتي ما تربح بالشهر 30 دولار، يعني باليوم دولار. ركزوا وياي بالرقم، باليوم قناتي تربح دولار، 30 دولار بالشهر. تعرفون يعني شنو؟ يعني ما تسوي فلوس كيكة واحدة من الكيكات اللي أشتغلها. زين ليش دا أعلمكم؟ ليش دا أشرح؟ ليش دا أتعب نفسي؟ ليش من كل العالم ناس دا تتابعنا، من كل دول العالم ناس دا تتابعنا ودا تاخذ من عندنا معلومات حتى تشتغل. يعني الغني اللي دا يتابعني مثلا، اللي بيتها 1000 متر على مدري وين ويومية بدولة تفتر، هي اللي دا تتابعني دا تتعلم تشتغل كيك؟ لو الفقير اللي ما عنده هو اللي دا يتعلم حتى يعيل نفسه ويعيل عائلته. يعني بس أريد أفتهم. زين أنت لما أنت من عندنا، من الناس الفقراء اللي تريد تشتغل حتى تعيش، زين ليش تحاربين غيرك؟ ليش تبيعين بربع السعر وتبخسين حق الشغل؟ ليش؟ يعني أريد أحد أني يجاوبني على هاي الأسئلة. يا ريت تجاوبوني بالتعليقات، ويا ريت اللي تعرفوها تشتغل بهالطريقة تودوا لها الفيديو. يا ريت، أتمنى هذا الشيء. ليش كل بنية تدخل علي تقول لي أتمنى تجاوبيني، لأن يا هي اللي أسألها ما تجاوبني؟ ليش؟ لما أنتوا تريدون تساعدون واحد الثاني وتشتغلين ببلاش حتى تعينين غيرك، ليش من تدخل عليك وحدة تسألك تقولي لها هذا سر المهنة؟ كلكم تطبون علي تحكون نفس هاي الجملة، الكل. ما فد يوم طبت علي وحدة تشتغل بالكيك وقالت لي سألت غير بنية وجاوبتني. كلكم تطبون علي تقولوا لي يا هي نسألها تقول لنا هذا سر المهنة وما ترضى تعطينا معلومة. ليش؟ ليش ما تتعاونون بيناتكم؟ ليش ما وحدة تساعد الثانية؟ ليش ما وحدة تعين اللخة بشغلها؟ يعني بس أريد أستوعب أنا الفكرة شنو. لما أنتوا صراع من أجل البقاء هالشكل وبس تريدين تخنطين الزبون من غيرك، هيك أريد أحكي. زين، وبالنتيجة أنت الخسرانة، ترى غيرك ما خسرانة. يعني هسه أنت اليوم اشتغلي 10 كيكات على 10,000، وأنا خلي أشتغل كيكة واحدة ب50. أوكي؟ أنا أخذت من عندي الكيكة 2 3 ساعات، وباقي الوقت ارتاحت ونمت وداريت بيتي وسوقت ونظفت وطبخت، وانت ظليتي طول النهار ترقضين على مود تلحقين. تاليها ربحتي أقل اللي أنا ربحته بالكيكة الوحدة. زين باكر انت تخربطتي وردتي تروحين للطبيب، هاي الأرباح اللي ربحتيها توديش للطبيب؟ تقدرين تسوين بيها أشعة لو تحاليل؟ لا سمح الله والخلاطة مالتك عطلت، اجتك كهرباء قوية، اجتك ما أعرف شنو، خلاطة، ثلاجتك عطلت، الفرن احترق، عندك فلوس تروحين تبدليه؟ جاوبوني، أتمنى تجاوبوني بالتعليقات. زين، عندك فلوس تروحين تبدليه لما أنت دا تبيعين فلس ونص؟ دا تقدرين أنت تداورين نفسك وتصرفين على نفسك؟ اجا العيد تقدرين تشترين بيه بالأرباح مالتك؟ لو تشيليهن مننا تروحين تسوقين بيهن مننا، تشيليهن مننا تروحين تشتغلين وتتعبين وتركضين وتلميهن وتروحين تسوقين بيهن. زين شنو فائدة هذا الشغل؟ شنو فائدته؟ على مود الفقير ياكل؟ زين وانتي ليش دا تشتغلين؟ يعني هاي للونسة دا تشتغلين؟ هيك انتي مرتاحة ماديا فدا تشتغلين للونسة؟ باكر من تريدين تطلعين ورتي تركبين تاكسي يوصلك من هنا لهنا 10 دقائق ما تطولين بالسيارة ياخذ منك 3000 دينار، صح لو غلط؟ بس جاوبوني. زين انتي تشتغلين بالكيكة 5 ساعات ما تطلعين 3000 دينار، لو اذا طلعتيها فبالقوة. زين يعني هاي شنو، انا اشتغل كيكة ب5 ساعات دا اركب تاكسي 10 دقائق وتخلص؟ زين شلون اكمل اليوم مالتي؟ شلون اصرف باقي مصاريفي؟ شلون اتصرف بحياتي؟ شلون ادفع ايجاري؟ شلون ادفع كهربائي؟ شلون ادفع المي؟ شلون اشتري هدوم؟ شلون اصرف على اولادي؟ مين اجيب مال مدارس؟ مين اجيب يعني خطوط؟ مين اجيب مال طبيب؟ مين اجيب مال ادوية؟ يعني ما تفكرون انتو؟ من تعطى الحاجة شلون ابدلها؟ من يصير عندي واجب او فشي وارد اسوي شلون اسوي؟ من ارد اجدد بغراضي مالت البيت او بغراضي مالت الشغل شلون اسوق؟ هاي كلها امور لازم نفكر بيها. هو مو مجرد انه هو سباق من اجل البقاء، انا اريد اشتغل واخذ الشغل من عندك، لا هو مو هيجي. والدليل كل اللي دا يبيعون بهالطريقه دا يفشلون ودا يطلعون، دا يفشلون ودا يطلعون.
تاخذ لها يومين 3 شهر شهرين سنة، تتعب وتمل وتدير وجهها وتكنسل شغلها وتعوف الشغل وتطلع. ما تأثرون علينا نهائيا، ما تأثرون علينا، تأثرون على نفسكم وبس. تعبتي وهلكتي وصار عندك فقرات وتبهذلتي وبهذلتي بيتك ورجلك وجهالك، وآخر شي المتمة قلتي لا المشروع هذا فاشل، ما بي فائدة، ما بي خبزة، عفتي. مو صح؟ هو هذا اللي دا يصير، هو هذا اللي دا يصير حرفيا. أتمنى هذا الفيديو يوصل لأي بنية تشتغل بهالطريقة، وأتمنى اللي دخلوا علي على الخاص وراسلوني وحكوا وياي عن هالموضوع وقالوا لي خلي الناس تسترزق وخلي الفقير ياكل تسمع هذا الكلام. أنا جاوبتهم طبعا، وحدة حكت وياي بهالطريقة جاوبتها على الخاص، ومع هذا خليت هذا الفيديو وسويته لأن أريد هاي الفكرة توصل للكل. انتي اللي دا تشتغلين بهالطريقة انتي ما تريدين الفقير ياكل، بالعكس انتي دا تبوقين اللقمة من حلقه. زين، البنية اللي حالها من حالك، الفقيرة اللي دا تشتغل حتى تعيل نفسها وعائلتها وحاطت لها ربح، هامش ربح يا دوب يا الله تسد بيه يومها وعيشتها وعيشة جهالها، انتي دا تحاربيها على هاي اللقمة، على هذا الرزق البسيط، ودا تاخذين من عندها الزبون. زين، ودا تبيعي له ببلاش في سبيل كسبت زبون، اشتغلت وانتي خسرتي وخسرتيها. بس رب العالمين مو هيجي، الله سبحانه وتعالى يعرف شلون يرزق، والله العظيم الله سبحانه وتعالى يعرف المن يوفق. زين، أتمنى للمرة الأخيرة أقول هذا الفيديو يوصل للكل، وشاركوه بجروبات الفيسبوك، خصوصا جروبات الفيسبوك، أتمنى تشاركوه هناك، لأنه يعني صراحة بطلت أدخل للفيسبوك من وراء هاي الأشياء. من ينزل بوست بأي جروب وحدة تطب وتكتب أريد منو يسوي كيك وطيب وما أعرف شنو رخيص أو بسعر مناسب، وأشوف العالم أطب، أشوف يعني ما أعرف، كأنما قتال. بعد شوية تبوسون إيدها للمرة اللي كاتبة البوست وأنا أسوي لك الكيكة ببلاش، أخذي مني واحدة والثانية ببلاش. يعني بعد شوية هيك توصل لهالمرحلة، إذا واحدة تقول ب10 الثانية تجاوب أنا سويتها ب5، ثانية أنا سويتها ببلاش. ليش يعني؟ بس أريد أعرف ليش، شنو السبب؟ ليش هيك تتصرفون؟ هذا مو معناه خلي الفقير ياكل، لا، هذا حرب للفقير، هاي حرب نفسية تخلون البنات اللي محتاجة الشغل فعلا وعندها عوائل وتريد تعيش أطفالها تخلوها تجزع وتبطل هذا الشغل، مللتوها للناس. أنا بالنسبة لي ما تأثر، أنا مرة شغلي ماشي الحمد لله والشكر، وزبائني موجودين، والله سبحانه وتعالى موفقني، ألف الحمد لله والشكر، والله العظيم، وداعت جهالي وداعت صحتي اللي ما عندي أغلى منها، يمكن هاي أول مرة أطلع أحكي بهالطريقة. زين، تجيني أيام أنام بالليل ولا فلس بجيبي، والله أقعد الصبح أقعد من النوم على التليفونات، أريد كيكة أريد كيكة أريد كيكة أريد كيكة. عرفتي؟ الله يرزق، الله سبحانه وتعالى، لأن أنا ما قصرت ويا أحد، وما فد يوم أحد دخل علي وسألني سؤال وما جاوبته، وما فد يوم أحد دخل علي ومحتاج شغل وما ساعدته وما علمته، فالله ما يقصر وياي. وصلت الفكرة؟ أتمنى تكون وصلت.